في الكام اسبوع اللي فاتوا اظن مفيش حد في مصر ما سمعش عن فيلم ولاد رزق رقم 3 القاضية. ده معناه ان الفيلم كان ناجح جدا واتعمل له دعاية كبيرة. مثال صغير بس على كده، بنت اختي الصغيرة راحت في العيد مع اصحابها يتفرجوا على الفيلم في السينما. بنت اختي الصغيرة اللي هي عمرها 16 سنة. بصراحة لو كنت شفت الفيلم قبلها ما كنتش هخليها تروح، لان الفيلم مش مناسب للاعمار الصغيرة. فبشكل او باخر فيلم ولاد رزق وصل لكل بيت مصري، ولو عن طريق الدعاية اللي اتعملت له. فقلت لازم اعمل لكم مراجعة عنه. الفيلم زي ما انتم عارفين انتاج مصري سعودي، اتصورت اجزاء كبيره منه في مصر واجزاء في السعوديه. انتاج ضخم اتصرف عليه ملايين كتير قوي، بيجمع ما بين نجوم كبار ومشاهد اكشن معموله باحترافيه، واستخدموا كل الامكانيات الماديه والفنيه في انتاجه. الفيلم اخراج طارق العريان، وبطوله احمد عز وآسر ياسين وتايسون ونجوم تانية كتير. الفيلم بيبتدي من المكان اللي انتهى منه الجزء الثاني من ولاد رزق، وهو انهم قرروا ان هم هيعتزلوا الجريمه ويعيشوا حياه هاديه بعيد عن الجرائم ويعتزلوا السرقه، ولكن لسبب ما بيخسروا كل حاجه وبيلاقوا نفسهم مديونين بمبلغ 50 مليون جنيه لشخص خطر. الشخص ده اداهم مهله شهر يسددوا فيه الدين والا هيتم قتلهم. بيقعدوا يفكروا ويخططوا هيعملوا ايه، وبيلاقوا نفسهم عشان ينجوا من الموقف دوت محتاجين يرجعوا لعالم الجريمه تاني، حتى لو انهم يعملوا عمليه واحده بس عشان يقدروا يسددوا الدين ده في اقرب وقت. بيدوروا في دفاترهم القديمه ويفكروا هيعملوا ايه، وبيلجأوا في حد من معارفهم القديمه عشان يدخلهم في عمليه سرقه كبيره يقدروا يجمعوا منها المبلغ ده. الشخص دوت بعد يومين بيفكر وبيتفق معاهم على عمليه كبيره يبدأوا فيها. العمليه ديت هتكون في السعوديه. بيسافروا السعوديه وبيحطوا الخطه بتاعتهم وبيرتبوا الدنيا اكتر مع نفسهم. بيكتشفوا انهم مش هيقدروا يعملوا العمليه دي لوحدهم، هيحتاجوا حد عنده خبره اكتر وقلبه ميت. فبيضطروا يرجعوا مصر ويستعينوا بحد من معارفهم القديمه اللي قلبهم ميت، واللي يقدر يعمل حاجات شمال كتير هم ما يقدروش يعملوها، واهمها القتل، لان ولاد رزق ما لهمش في القتل، هم سرقه بس. هيستعينوا بحد اسمه الشايب، واللي بيقوم بدوره آسر ياسين. بيسافروا السعودية ويبدأوا ينفذوا الخطة بتاعتهم في عملية السرقة اللي بيخططوا لها. كل ما يخططوا لحاجة بتحصل حاجة تغير اتجاه الأحداث وتغير اتجاه القصة. بتظهر أطراف جديدة ومختلفة بتدخل في العملية دي. مع مرور الأحداث المصالح بتتضارب مع كل الأطراف دي. بيبدأ الصراع ما بين كل طرف، وكل طرف يبقى همه إن هو يحصل على السرقة دي لنفسه. وبيمشي معانا الفيلم بالشكل ده، أطراف كتير بتتصارع عشان تحصل على هدف واحد. في آخر 10 دقايق من الفيلم بتحصل مفاجآت كتير بتقلب كل الأحداث، وكل الأفكار اللي في دماغك عن الفيلم بتتغير، فتلاقي نفسك مش عارف تتوقع إيه اللي هيحصل الدقيقة اللي جاية. وأهم حدث في الفيلم بتحصل مفاجأة في آخر دقيقة من الفيلم بيفتح لنا باب لجزء رابع. المفاجأة دي ما كانش أي حد من الجمهور يقدر يتوقعها. المفاجأة دي خلتنا نتوقع تماما إن الجزء الرابع هيكون قوي جدا. خلينا ندخل على تحليل القصة. في العموم القصة حلوة والسيناريو قوي. بيبدأ الفيلم بمشاهد مطاردات قوية بتشدك للمشاهدة. من رأيي ان اقوى جزء في الفيلم هو اخر نص ساعة في الفيلم، لما بتوصل القصة لذروة الاحداث، بتكتشف معلومات وبتتقلب كل المعلومات اللي انت تعرفها عن الفيلم، وبتظهر مفاجآت جديدة. ده اقوى جزء في السيناريو واللي ركز عليه السيناريست واللي كتبوا الفيلم. انما منطقة الوسط اللي في الفيلم كان فيها بعض الملل، خصوصا بالجزء الخاص بالتخطيط وقت الفيلم لما كانوا بيخططوا هيعملوا ايه في الخطة. عندنا بداية مشوقة أول 10 دقايق، والآخر نص ساعة هم تفوقوا على نفسهم في كتابة الأحداث. إنما من عند ال10 دقايق دول لحد قبل النص ساعة الأخيرة كان في بعض الملل، وده التحدي لصناع أي فيلم. الجزء اللي في النص إزاي يخلوه مشوق. ما اقدرش اقول ان النص دوت كان ممل، انما كان محتاج مفاجآت اكتر تتحط في نص القصه. هم قدروا يحطوا في اخر نص ساعه مفاجآت كتير قوي، والجزء اللي كان في النص في الفيلم كان بس تمهيد للمفاجآت دي. انا كان من رايي ان هم يحطوا لنا مفاجآت تانية جوه النص، لان النص كان غالب عليه المطاردات اكتر والتخطيط للعمليه، فكانوا محتاجين ان هم يحطوا في النص شويه مفاجآت مع المطاردات بحيث انه يشدوا المشاهد اكتر. لو كانوا عملوا الموازنه ديت كان الفيلم هيبقى في حته تانية خالص. النقطة الثانية الأهم إن صناع العمل ركزوا على المطاردات والمفاجآت والأحداث اللي بتتوالى، وأهملوا حتة تطوير الشخصيات والجوانب الإنسانية في الفيلم والدخول أعمق في نفسية كل شخصية. مش هتلاقي أحداث إنسانية تعلم معاك. لو كانوا ركزوا على العامل الإنساني وتعميق الشخصيات كنا هنلاقي فيلم لا يمكن يخرج من ذاكرتك.
فيلم متكامل. مثال على كده، فاكرين فيلم تيتو بتاع احمد السقا؟ الفيلم ده كان فيه اكشن يعتبر حلو في الوقت اللي طلع فيه، انما الاهم كان فيه بعد انساني وعمق وتفاصيل اجتماعية كتير خلت الفيلم ده يعيش، وللاسف ده مش موجود في الفيلم ده. نيجي عند الاداء التمثيلي في فيلم ولاد رزق. الاداء التمثيلي كان جيد واحيانا كان جيد جدا. اهم حاجه كنت بتحس ان اغلب النجوم الكبار في الفيلم ما كانوش بيمثلوا، كنت بتحس ان الشخصيات طبيعيه بجد، وده شيء طبيعي لانهم نجوم كبار وعندهم خبره طويله. كل شخصيه كنت بتحس انها حقيقيه، وده معناه ان هم اتقنوا ادوارهم بقوه. بعض الادوار النسائيه كانت متواضعه في التمثيل. نيجي عند الاخراج والتصوير. الحقيقه من ناحيه الاخراج فالمخرج طارق العريان قدر يجمع مجموعه ناجحه وقويه معاه في العمل، خصوصا في صنع المطاردات والمعارك. وشكر خاص لمصمم المعارك والمطاردات لانه هو من اعمدة الفيلم ده الحقيقة. طبعا التصوير شيء رائع جدا واحترافي، وشيء ممكن نوصفه بانه عالمي. وكانت اكبر نقاط قوة المخرج طارق العريان في الفيلم ده هو انه قدر يصنع مشاهد التوتر والتشويق في اغلب المشاهد في الفيلم ده. لو هنتكلم على ايجابيات الفيلم، هو ان ده انتاج مصري سعودي، والانتاج المصري السعودي الكبير ده ممكن نوصل بيه لصناعه قويه جدا تقدر تنافس عالميا، ودي بدايه حلوه ان احنا بنبدا نشوف اعمال ضخمه ومهمه زي دي تستغل الامكانيات الكبيره الفنيه في مصر وامكانيات السعوديه الكبيره في الانتاج وفي نشر السينما عالميا. الايجابيه الثانيه هو جمع ممثلين كبار في فيلم واحد، ده بيدي ثقل كبير للفيلم، والتسويق الكبير دي كانت ايجابيه مهمه، والمتعه اللي ممكن تاخدها من الفيلم لو انت عايز تتفرج على حاجه تستمتع بيها. الفيلم ده جمع ما بين اغلب العوامل اللي ممكن تنجح اي فيلم، المطاردات والاكشن ومع قصة مشوقة اللي فيها مفاجآت كتير، مع الدعاية الكبيرة جدا قبل وبعد الفيلم، وممثلين كبار مع شوية رقص هنا وهناك. كل ده ساهم ان الفيلم ينجح. فكرة بقى انه يعيش ولا لا، هو ده التحدي الكبير قدام الفيلم. نيجي بقى عند السلبيات. انا شايف الصراحه ان اكبر سلبيه في الفيلم هو الايحاءات الجنسيه اللي استخدموها كتير. الحقيقه ده كان استسهال من صناع العمل، لان انت كان ممكن تحط كوميديا من غير ما يبقى فيه ايحاءات جنسيه تصدم الناس، لانها الحقيقه كانت صادمه بشكل كبير. والحاجات اللي زي ديت صناع العمل ما بيقدروش ان هم يستمروا عليها كتير، ممكن يعملوها مره انما هيلاقوا نفسهم انه مش من المجدي ان هم يستمروا فيها. والدليل على كده هتلاقي افلام السبعينات اللي كان فيها ايحاءات وكان فيها مناظر كتير جنسيه، دلوقتي محدش بيسمع عنها حاجه. واظن لو رجع الزمن لورا النجوم اللي عملت الافلام ديت مش هتعملها تاني. في كل الاحوال استخدام الايحاءات الجنسيه كتير من صناع العمل مش خيار موفق، لان انت بتفقد شريحه كبيره من المشاهدين اللي اعمارهم مش مناسبه، وبتفقد المشاهدات الجماعيه العائليه. سلبيات تانية اتكلمت فيها وهي عدم التعمق في الشخصيات، وبعض المشاهد اللي كان فيها ملل، وبعض المشاهد اللي ما كانتش مقنعه. مثلا المشهد اللي كان فيه تايسون رايح لولاد رزق وبيقول لهم ان هو اتضحك عليه زيه زيهم وهم صدقوه. الخلاصة الفيلم ده معمول باحترافية وبإتقان، وفيه إثارة وتشويق كتير ومطاردات وأحداث غير متوقعة، وأكيد مع التركيبة ديت بيبقى فيه متعة، وده اللي الناس عايزاه. فلو أنت بتحب النوعية دي من الأفلام يبقى الفيلم ده مناسب جدا ليك. في النهاية لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير وتشترك عندي فيسبوك وانستجرام وتيك توك. سلام يا أبطال، وأشوفكم في فيديو جديد ومراجعة جديدة.